يا ريت يا مدام وانتي بتعملي السلطة لجوزك ما تحطيش الطماطم جنب الخيار، غلط 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 وعيب. تاني، وانتي بتعملي السلطة لجوزك ما تحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر، غلط، يعملوا قفلة في وشك تتكهربي تموتي بعد شهر عليكي وعلى حواليكي. الطماطماية المؤنثة مع الخيار المذكر نو. يعني ايه الكلام ده وليه بقى؟ دي دراسة، هنحكي في موضوع الدراسة ده وانا جبتها منين بعدين. ده بيعمل طاقة نكد في البيت وخناق على الأكل بسبب طبق السلطة العشوائي ده اللي بتعمليه. طماطم وخيار سالب وموجب تخلطيهم، انت حرة. حد يقول لي طيب ما هي مفرد خيار خيارايه مؤنثة اهي، لا لا، أنا آسفة، المعجم ما فيهوش خيارايه، في هذا خيار وهذه طماطم. روحي للجامعة تعرفي أصل الكلمة. ياسمين صبري، اسكت ياسمين صبري، اسكتي اسكت، مفيهاش حاجة. طب يحطوا البصل جنب الطماطم، جنب الخيار، جنب اللحم، جنب التوم، جنب الشطة، وبيحطوها كلها في حلة واحدة. اسكتي. واللي بتعمل البصل والبيت كله يعيط وراها، تقولي انت متحطيش الخيار جنب الطماطم عشان متعملش نكد في البيت. اسكتي اسكتي وطلع الوساوس اللي في دماغك. اسكت، كده كده في نكد، حتى لو شربنا مية، حتى بناكل فول وطعمية على الصبح بيبقى في نكد. اسكت يا ياسمين، كل يوم في نكد. تقولي تحطش الطعم ليه؟ هيتعادوا من بعض؟ بقولك كلهم بيتحطوا في حلة واحدة، والبيت كله بقى يقعد يعيط وراها. يلا زي ما يكون الواحد زي ما يكون حد من العيلة مات. اسكتي اسكتي.